أجمل 14 هدف لمارادونا النيل طاهر أبو زيد صاحب المهارات الاستثنائية وأفضل مسدد فاولات في تاريخ مصر. اعمل كوباية الشاي المتينة وتعالى عشان هتتبسط قوي، بس ما تنساش اللايك والمتابعة. وده أول هدف معانا لطاهر من زاوية تقريبا معدومة ومش موجودة، ولكن ده طاهر أبو زيد اللي بيحط تسديدة من زاوية صعبة جدا زي دي في البعيدة، زي ما الكتاب بيقول برجله الشمال اللي بتشوف وبتتكلم. تاني هدف معانا ومن تسديدة من مسافة بعيدة في مرمى المقاولين العرب، هدف عالمي لا تصد ولا ترد من حارس المرمى ولا من أي حد. تسديدة قوية جدا راحت فوق في السوكة، رجله الشمال كانت مرزبة حرفيا، عارفة طريق المرمى بقوة ودقة وبكل اللي انت عايز تقوله. ده بقى هدف من الأهداف الجميلة لطاهر، لأنه كان في كأس العالم للشباب وحتة كده على الطاير فيرست تايم من خارج 18. عالمي عالمي عالمي. يعني انت لو ما تعرفش ان الهدف ده لطاهر ابو زيد هتقول ان ده مارادونا عادي مثلا، لان هو فعلا مارادونا العرب ومارادونا مصر. طاهر ابو زيد هو هدف جميل جدا فيرست تايم من على حدود ال 18 في كأس العالم للشباب اللي كان طاهر ابو زيد الهداف بتاعه. واذا ذكر طاهر ابو زيد ذكرت الفاولات وتسديد الفاولات، وده اللي احنا بنشوفه قدامنا. شوف الراجل طلع من الحيطة ووقف قدامه تقريبا وبرضه ما قدرش يوقف تسديد طاهر ابو زيد اللي راحت قذيفة ارضية، راحت في المرمى عرف طريقها على الارض، ولا الحارس ولا الحيطة ولا حتى الراجل اللي طلع قدام ده عرف يمنع الكرة ويمنع الجول بتاع طاهر ابو زيد. والهدف الخامس معانا وحتة فيرست تايم جديدة بس المرة دي من جوه ال 18 وباكورد جميل من طاهر أبو زيد صاحب المهارات الاستثنائية. الراجل ما كانش بيسدد بس ولا بيرقص بس ولا بيجري بالكورة بس، لا ده كان بيعمل باكورد ودبل كيك وبكل اللي انت عايز تقول عليه في طاهر أبو زيد. كان بيسجل بيه بيهدف بيه، كان هداف بالفطرة ولعيب استثنائي. نفس فكرة كده ما تديش فاولات لفرقة فيها طاهر أبو زيد، برضو ما تديش مساحات لطاهر أبو زيد نفسه على ال 18 وهو معاه الكورة ومعدول كده على شماله. شوف ازاي حط التسديدة الأرضية القوية التي لا تصد ولا ترد بمنتهى الدقة، صعبة جدا على أي حارس مرمى لأن الكورة كمان ملعوبة على الأرض بقوة ودقة رهيبة رهيبة رهيبة. ودي كانت من أهم مميزات طاهر أبو زيد، وده كان الهدف السادس معانا في الفيديو بتاعنا. وده الهدف السابع وتقريبا شبيه شوية للهدف الأول خالص في أول الفيديو، ونأسف طبعا بشاعة الجودة لأن ده كان التصوير زمان. وبرضه تسديدة من ناحية الشمال متطرفة خالص وطاهر بشماله في البعيدة التي لا تصد ولا ترد، وهدف رائع زي أهداف طاهر كلها. والهدف الثامن وقصة جديدة وفاول جديد من طاهر أبو زيد اللي حد بيحرك له الكورة وطاهر بيدخل على طول بشماله ببطن رجله يلفها من جنب الحيطة كده، صعب على حارس المرمى، معلنا عن هدف جميل جدا جدا جدا. ودي ميزة طاهر، تسديدات فاولات ما يقولش لأ. طاهر كان بيخلص الحاجات دي بمنتهى السهولة والدقة. تعال اوريك هدف بقى من احلى اهداف طاهر ابو زيد، لان عمل فيه كل حاجه تقريبا، من اول قطه المدافع اللي انت شايفها دي اللي جاب له الغضروف حرفيا، وبعد كده تسديده بقى المره دي بيمينه والراجل بيقول لك انا مش بسجل بشمالي بس او بسدد بشمالي بس، لا انا بسجل وبسدد بيميني كمان بمنتهى الدقه والمهاره، بعد ترقيصه ومهاره ولا اروع ولا اجمل من كده من طاهر للمدافع الافريقي اللي لسه بيتعالج الى الان من الام ظهره. ده بقى الهدف العاشر ومن أشهر أهداف طاهر أبو زيد، وهسيبك أنت في الكومنتات تقول لي الهدف ده كان في مرمى مين ومين الحارس اللي كان واقف. وطبعا هدف من فاول كعادة طاهر أبو زيد بمنتهى الدقة من فوق الحيطة وفي الزاوية البعيدة بمنتهى الدقة والمهارة اللي كانت عند طاهر. كان مسدد فاولات نمبر 1 حرفيا، مش رمضان لا ده طاهر أبو زيد. الهدف ال11 معانا وبرضه من فاول وهو بيغفل الفريق الأفريقي وحيطة الفريق الأفريقي بيسدد على طول قبل ما يقفوا، تسديدة قوية أرضية ولا الحارس قدر يتعامل معاها ولا الحيطة قدرت تتعامل معاها. وده طاهر أبو زيد ومكر طاهر أبو زيد. الجول ال 12 وتسديدة جديدة من طاهر بس المرة دي برجله اليمين على غير العادة زي الهدف اللي وريته لكم من شوية، وبرضه تسديدة برجله اليمين من وهو بيجري. ودي كانت من أهم ميزات طاهر إنه بيقدر يسدد مع الجري زي جاريس بيل كده، بس المرة دي بيمينه لا تصد ولا ترد.
هدف ال13 وهدف المتعة بعد 1، 2 وكعب رايق وطاهر بياخد الكورة بسرعته وقوته جوه ال18 ويسدد بيمينه تسديدة جميلة جدًا، جدًا، جدًا على شمال الحارس، معلنًا عن هدف للنادي الأهلي، ودي ميزة طاهر أبو زيد القطر القشاش الذي لا يتوقف. الهدف ال14 وهو هدف جبته لك في أول الفيديو، بس من حلاوته حبيت أعيده تاني في مرمى المقاولين العرب بجودة تانية وبجودة أعلى وتسديدة ولا أروع ولا أجمل من طاهر أبو زيد صاحب القذائف المدوية الكروية. كورة حطها في السوكة فوق خالص، لا تصد ولا ترد كعادة تسديدات طاهر أبو زيد. دول كانوا أحلى 14 هدف لطاهر، وإيه رأيك أنت كمان في الأهداف؟ وإيه أكتر هدف عجبك طاهر أبو زيد الموهبة الاستثنائية اللي يمكن مش واخد حقها في المدح دايما، وعشان كده بعمل له فيديوهات كتير مجمعة سواء مهارات أو أهداف؟ ده طاهر أبو زيد. قول لي رأيك، متنساش اللايك والشير والمتابعة، وبس كده، سلام.